مرحبا بكل محبي الرعب والإثارة. النهاردة هحكي لكم عن قصة مرعبة هتخليكم مش قادرين تناموا. القصة دي بتبدأ مع وصول شخص غريب إلى مكان مش مألوف، مكان هادي ومعزول. لكن أول ما ظهر بدأت الحكاية تتغير. متنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتعملوا لايك علشان تشوفوا كل القصص الجديدة قبل أي حد. في قرية صغيرة تقع بين الجبال في الصعيد، كان هناك بيت قديم مهجور، يقال أنه كان يسكنه أحد الأشخاص الذين اختفوا منذ سنوات. المكان كان هادئا وحياة أهل القرية كانت بسيطة، لكنهم جميعا كانوا يتجنبون هذا البيت، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منه لأنه كان مغطى بالغموض، والناس كان عندهم قناعة أن هناك شيئا غير طبيعي بيحدث فيه. في يوم من الأيام جاء إلى القرية شخص غريب لم يكن يشبه أي شخص آخر. شعر أهل القرية بحالة من القلق والريبة في وجوده، خاصة بعدما ظهر في وقت متأخر من الليل، وكان يمشي بهدوء كأنه يراقبهم. عيونه كانت غريبة مثل عيون شخص ليس من هذا العالم. بدأت الناس تلاحظ أنه يظهر دائما بالقرب من البيت المهجور، ومع مرور الوقت بدأت تحدث أشياء غريبة في القرية. كان عم حسن شيخ القرية أكثرهم اهتماما بهذا الضيف الغريب. في الليلة التي التقى فيها عم حسن بالضيف الغامض لأول مرة، شعر بشيء غريب يحدث في المكان. كان الضيف يقف أمام البيت المهجور وعينيه تغرغر في الظلام وكأنها تبحث عن شيء ما. اقترب منه عم حسن وقال بصوت هادئ: أنت مين؟ وليه جاي هنا؟ الضيف لم يرد، وكان يبتسم ابتسامة غريبة وكأنها ليست ابتسامة بشرية. وفي لحظة اختفى الضيف فجأة كأن الأرض ابتلعته. عم حسن كان في حالة ذهول، ولكنه شعر بشيء غريب يضغط عليه، شيء غير مرئي لكن محسوس بقوة. فورا بدأ في البحث في التاريخ عن البيت المهجور والضيف الغريب. أثناء بحثه اكتشف عم حسن أن هذا الضيف كان مرتبطا بأسطورة قديمة تعود لآلاف السنين. أسطورة تقول أن هناك كائنا غريبا لا ينام أبدا، يظل يتنقل بين العوالم المختلفة. هذا الكائن يستطيع أن يغير شكلاته ويغزو العقول، وكل من يقابله لا ينجو إلا إذا اكتشف سر وجوده. وكان أكثر ما يخيف عم حسن أن الأسطورة كانت تتحدث عن وجود هذا الكائن في مكان معين، وهو البيت المهجور الذي كان دائما يعتقد أنه ملجأ للأرواح الشريرة. وكانت الأسطورة تروي أيضا أن هذا الكائن يمكنه أن يتلبس بالأشخاص ويجعلهم يسيرون في طريقه فيعيشون مع اللعنة للأبد. في الأيام التي تلت ذلك اللقاء بدأت الظواهر الغريبة تظهر في القرية. كانت الأبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها، والنوافذ تكسر، وظهرت أصوات غريبة في الليل. في إحدى الليالي خرجت مريم إحدى فتيات القرية لتجد شيئا غريبا في الأرض قرب بيتها. كان هناك أثر غير طبيعي، وكأن شخصا قد مر من خلال الأرض نفسها، تاركا وراءه رائحة غريبة مثل رائحة الكبريت. ولكن المثير في الأمر أن هذه الظواهر تزايدت بشكل مخيف في الليالي التي تواجد فيها الضيف الغريب في القرية، وأصبح الجميع يشعر بشيء غير مرئي يراقبهم، وكأن أعينهم لا تتركهم لحظة واحدة. بدأ الناس يتجنبون الأماكن التي يتواجد فيها الضيف، لكن هذا لم يمنع الأشياء من أن تزداد سوءا. في إحدى الليالي المظلمة قرر عم حسن أن يدخل البيت المهجور ليكتشف السر وراء الضيف الغريب والظواهر التي تحدث في القرية. حمل مصباحه ودخل من الباب الخلفي، حيث كانت الجدران القديمة تغطيها طبقات من الغبار والعناكب. في الداخل كان هناك كتاب قديم مغطى بالتراب، وكان يلمع في الظلام وكأنه يحمل قوة غريبة. فتح الكتاب بعناية وبدأ يقرأ الكلمات التي كانت مكتوبة بلغة قديمة جدا. وفي اللحظة التي بدأ فيها بقراءة السطور اهتز المكان بشكل غير طبيعي، وظهرت أمامه صورة الضيف الغامض وهو يقف خلفه مباشرة. أنت أخيرا اكتشفت الحقيقة يا عم حسن، قال الضيف بصوت خافت بينما كانت عيونه تتوهج في الظلام. فجأة بدأ الكتاب يطلق ضوءا ساطعا، وكان عم حسن يشعر وكأن جسده يتمزق من الداخل.
شعر بشيء ثقيل يقيده، وكأن روحا ما انتقلت إلى جسده. ثم في لحظة اختفى الكتاب واختفى الضيف، وبقي عم حسن في حالة من الصدمة الشديدة. في اليوم التالي أصبح من الواضح أن الضيف الغامض ليس مجرد شخص عادي. ظهر في وسط القرية وبدأ يتحدث إلى الجميع بلغة غير مفهومة، وفي كل مرة كان يقترب من أحدهم كان يشعرون بشيء غير طبيعي، وكأنهم على وشك فقدان عقولهم. أصبح عم حسن يتصرف بشكل غريب أيضا، كان يتحرك وكأن الروح في جسده قد تغيرت، وكان يتكلم عن أسرار كانت غير معروفة للقرية من قبل، وكأن الكائن الغامض قد أخذ جزءا منه وأصبح يوجهه إلى مسار غير مرئي، مسار مليء بالرعب. الظواهر الغريبة في القرية ازدادت، بدأ الناس يختفون واحدا تلو الآخر، وكلما اختفى شخص كان يسمع صوته في الظلام، كأن روحه أصبحت في قبضة الكائن الغامض. بدأ أهل القرية يشعرون بأنهم محاصرون، وكلما حاولوا الهروب عادوا إلى نفس المكان. وفي إحدى الليالي قرر أحمد أحد الشباب في القرية أن يواجه هذا الكائن بنفسه. كان يعتقد أن الضيف هو مجرد شخص يحمل سرا خطيرا، لكنه عندما اقترب منه شعر بشيء غريب يدخل إلى عقله، وكأن الضيف يقرأ أفكاره. في تلك اللحظة شعر أحمد بنفس بارد جدا يمر من خلاله، وكأن حياته كانت تخرج منه ببطء. وفي اللحظة الأخيرة بدأ الضيف يبتسم ابتسامة غريبة وقال: أنت الآن جزء من هذا المكان ولن تخرج منه أبدا، اللعنة انتقلت إليك. ثم اختفى الضيف الغامض مرة أخرى، لكن ما تبقى من أهل القرية كانوا في حالة من الذهول التام، والشعور بالخراب يملأ المكان. الجزء الثاني قادم قريبا. إذا عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع أصحابك، وتعمل اشتراك في القناة علشان تتابع الجزء الثاني اللي هتحصل فيه أحداث مرعبة أكتر من كده.